ده بقى اللي احنا اتكلمنا عليه في اخر الحلقه خالص، اللي هو الاطباق اللي انا هدوقها. ده لوحده اسمه كوتسوزانج، وارجو ان انتوا يعني تسامحوني، طبعا انا بنطق على قدي قوي. ده المفروض يتحط على ده اللي هو بيبي باب. ده الطبق اللي اسمه بيبي باب، وده المفروض يتحط عليه ده معجون الفلفل الاحمر، ولكن جزء منه شطه، فمعرفش هعرف احطه ولا لا، هنجرب. المهم ده بيبمباب، فيه بيض وبتنجان. ده ايه ده؟ هو اوريدي حراق من غير حاجه. ولحمه ورز تحت وفلفل الوان. انا الحاجه الوحيده اللي ما بعرفش اكلها بالشوب ستيكس هي الرز. انا متعود على الفليفر الكوري زي ما قلت في الانترفيو، لان انا في مطعم كوري في الزمالك كده انا بحبه قوي، وفي واحد تاني في المعادي بحبه قوي، فمتعود على طعم اكلهم. هو ده مشطشط شويه بس خفيف، مش الشطشطه اللي هي تخليك تدمع يعني. المكونات بتاعت الطبق كتيره قوي. في حاجات تحت كده شبه الحلبه، وطبعا حازم بيفتي ويقول لك اللوبيا منبته، مش عارف يعني. تخيلوا حازم شكله هيبقى عنده حق ولا ايه؟ هي طبعا تيجي مع العمر طشاشه يعني، بس هو على العموم الطبق ككل. انا بس مشكلتي ان البيضه مش مستويه حلو، وانا دي الحاجه الوحيده بقى اللي ما اقدرش اكلها مش مستويه. في سبانخ